السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ريتال للاكلات الشهية. النهارده هنعمل الجلاش الاساور بطريقه سهله وبسيطه. شايفين المنظر بتاعه التحفه دوت، حاجه كده حلو فاخر من الاخر بجد. شايفين منظره روعه. وكمان من نص كيلو بس، او من نص كيلو من لفه جلاش واحده طلعنا الكميه الكبيره دي، وهتلفيه زي المحترفين بالظبط. بصي مش هيختلف عن اللي بتجيبيه من بره، بل هنا احسن وانضف مليون مره من اللي انت بتجيبيه من بره، وتسويه روعه. شوفي انت لو خرجت جبت الطبق الحلويات بكام من بره في الغلا الاسعار دوت، شوفي انت هتجيبيه بقد ايه من بره. هنا احنا هنعمله في البيت باقل المكونات واقل التكاليف. شايفين كمان التسوية بتاعته، الظهر زي الوش بجد حلو جدا، وكمان بيقرمش ومورق حاجة كده. شايفين حاجة كده كيوت صغيرة جدا، حاجة كده روعة. كمان في الطعم واو، حاجة خطيرة جدا. كمان تيجي تقطميها كده تبص تلاقيها بتقرمش معاكي، مش طرية ولا اي حاجة، يعني واخدة كل حاجة حلوة. شايفين المنظر، شايفين التوريقة من جوه. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بص يا ست الكل، زي ما اتعودنا كالعادة، اول حاجة هنعملها السيرم بتاعنا. 2 سكر، 1.5 مية، معلقة من عسل الجلوكوز. متوفر عندك حطي، مش متوفر ما تحطيش، ده مش اجباري. بس هنا العسل الجلوكوز بيديكي لمعة للحلويات بتاعتك، غير كده ان هو بيحافظ على الطراوة بتاعتها والقرمشة بتاعتها. يبقى نزلنا ب2 سكر، 1.5 مية، باكت من الفانيليا، عصير نص ليمونة. هنحطهم دلوقتي. عايزه تحطيهم دلوقتي حطيهم، عايزه تحطيهم وانتي على النار حطيهم. يعني بصي مش هتختلفي، يعني هنا ولا هنا بيديكي نفس الطعم ونفس النكهه. عصير نص ليمونه، هقلبهم كويس جدا مع بعض. هنزل بمعلقه كبيره من عسل الجلوكوز، حوالي 50 جرام. وزي ما قلت لك، متوفر عندك اشتغلي بيه، مش متوفر عندك ما تشتغليش بيه. هو ما هوش غالي، البرطمان ب12 جنيه. طبعا جبت هنا لفة جلاش، وطبعا جبت كوباية من الزبدة بتاعتي، الزبدة السايحة. وابتدي ان انا بالفرشة كده افرد بقى، وابتدي ادهن ورقة ورقة. هنا الجلاش الاساور ما ينفعش تحطي ورقتين فوق بعض، انا هاخد ورقة واحدة بدهنها كده بالزبدة بتاعتي او بالسمنة، وبعد كده بقسمها بالطول وبرجع ادهنها تاني. طبعا ببقى مجهزة معايا سكينة علشان اقسمها. الورقة الواحدة هعملها على اسورتين بالشكل ده، بتتقسم معانا بمنتهى السهولة. بصي ممكن تاخدي بقى من الجنب دوت، تاخديها بالعرض او تاخديها بالطول حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنا طبعا انا يعني عاملة مشكلة على عصاية الشيش طاووق. عاملة كام عصاية مع بعض كده ولازقاهم ببلاستر وبشكل بيهم. بصي تقدري ان انت تشكلي باي حاجة انت حباها. تقدري ان انت بصي تجيبي عصاية الشيش طاووق كده وتعملي بيها الاسورة بتاعتك، وتسيبي حوالي 5 سنتي بقى بين كل واحدة وواحدة كده، علشان ايه؟ تعرفي ان تبقى هي القاعدة بتاعت الاسورة بتاعتك. شو يعني؟ تنزلي لف كده زي ما انا بلف كده، بيتلف معانا بمنتهى السهولة اهوت. بسيب مسافة اهوت، وابتدي ان انا كشكش على العصاية بتاعتي، وابتدي ان انا الف. زي ما قلت لكم بنسيب حاجة كده بسيطة علشان تبقى هي القاعدة بتاعت الاسورة بتاعتنا بالشكل دوت. اجيب ورقة كمان بنفس الطريقة، بجيب الورقة بتاعتي اهيت، وابتدي ان انا ادهنها بالفرشة. هنا الفرشة ما بتخليكيش تهلكي سمنة كتير، وكمان بتدهني الورقة كويس جدا. طبعا بقسمها بعد ما دهنتها كده بالعرض، بقسمها بقى بالطول وارجع ادهنها تاني واظبطها بحيث ان هي تبقى ايه؟ متظبطه معايا. ادهنها بالزبده كويس جدا بالشكل دوت. وتقدري هنا تستخدمي زبده سمنه، المتوافر عندك تقدري ان انت تستخدميه بنفس الطريقه اهوت. طبعا المره اللي فاتت احنا عملناها بالطول، المره دي احنا هنعملها بالعرض عشان الاسوره تطلع معانا اصغر شويه. انتي عايزة تعمليها، انا وريتك الطريقتين وانتي حرة بقى في الاختيار، تستخدمي وتعملي اللي انتي حباه بالشكل دوت اهو. تتكشكش معانا بمنتهى السهولة. اهم حاجة بس ان يكون لفة الجلاش بتاعتك طازة، مش
طبعا انا خلصت لفة الجلاش بتاعتي بالشكل دوت. هبتدي اجيب بقى الزبدة بتاعتي اللي متبقية وادهن بقى بالشكل دوت، اغلفها كويس جدا بالزبدة. طبعا ببقى دهنه الصاج من تحت كويس علشان تاخد نفس اللون نفس الدرجة من تحت ومن فوق. ببتدي ان انا ادهنها. طبعا ببقى مولعة الفرن قبلها ب10 دقايق، بتبقى بيخش على درجة حرارة عالية، على درجة حرارة 200. وكل 3 دقايق بنبتدي ان احنا نقلبها. طبعا هنا عايزة تحط المكسرات بعد ما تسويه حطيه، بس انا هحطها وهو في الفرن عشان المكسرات بتاعتي تتحمص. انا هنا هحط بقى المكسرات اختياري، تقدري تحطي سوداني بس ما تحطيش زبيب طبعا ولا جوز الهند علشان ما ينحرقش منك. لو هتحطي بعد التسوية تقدري ان انت تحطي، هياخد منك لون، يعني مش هياخد منك لون وهيبقى كويس جدا. هنا بقى انا هحط المكسرات بتاعتي، هحط فول سوداني وشوية من اللوز وشوية من الفستق، يعني شويات، يعني حاجات بسيطة كده تقدر ان انت تحطيها تزيني بيها. انا كسرتها كده يعني يا دوبك جرشة واحدة بس، وابتدي ان انا احشي المكسرات بتاعتي. هنا انا هدخلها الفرن بقى من المكسرات بتاعتي منها تاخد تحميصة وتنزل الزيوت بتاعتها في قلب الجلاش، ومن ناحية تانية ان هي برضو تاخد تحميصة كده، يبقى تيجي تاكل وحدة الجلاش تلاقي المكسرات بتاعتها متحمصة كده وناشفة وطعمها بيقرمش. طبعا انا خلصت الكمية هي هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 200. وكل شويه كل 3 دقايق ان انا اقلبها من الجنب ده للجنب ده علشان ما تاخدش لون من حته ومن حته تانية ما تاخدش. طبعا دي منظرها وهي في الفرن بتاعنا اهوت. طبعا دي خلصت خلاص اهيت وانا طلعتها من الفرن. طبعا السيرم بتاعنا بيكون بارد، اول ما بتطلع من الفرن ببتدي ان انا اسقيها واحده واحده بقى. طبعا دي شكلها اهيت بعد ما شربت الشربات بتاعنا. شايفين المنظر بتاعها كده حلو فاخر من الاخر، بجد منظرها تحفه جدا. وشايفين كمان بعد ما حطيناها في طبق التقديم، بجد شايفين المنظر حاجة كده كيوت، حاجة كده صغيرة جدا. شايفين منظرها بجد منظرها تحفة. من نص كيلو جلاش بس طلعت الكمية ديت. شوفي انت لو خرجت تشتريها من بره هتشتريها بكام؟ مع غلاء الاسعار دي اكيد هتشتريها بمبلغ وقدره. احنا هنا عملناها في البيت باقل المكونات واقل التكاليف، وتقدري ان انت تعمليها في اي وقت وتفرحي اولادك بيها. بجد كل اللي دقها انبهر بطعمها. بجد شايفين منظرها حاجة كيوت كده. بصي تسوية من فوق زي من تحت، اخده لون واحد. بجد شايفين منظرها تحفة جدا، يعني حاجة كده حلو فاخر من الاخر. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وشير علشان كل الناس تستفيد. ويا ريت لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بجد منظرها واو، وكمان قرمشة خطيرة جدا. يلا كل سنة وانتم طيبين. بجد لايك للفيديو علشان كل الناس تستفيد. حاجة كده تحفة جدا.